مساكم الله بالخير ومساكم الله بالنور والسرور. حكاية من حكايات محطات لوحة المحبة والسلام سأرويها لكم من الصين، الصين العظيم، سور الصين العظيم. في إحدى المناسبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد كان هناك معرض السياحة في الصين، وكان يستهويني هذا المعرض فذهبت لزيارته. وأثناء تجوالي في ذلك المكان الأنيق والجميل، ندوة الثقافة والفنون والعلوم في دبي، تجولت وحينها سألت من القائم على هذا المعرض. معرض بالفعل يعني جميل جدا، فأشاروا لي إلى تلك السيدة النحيلة الطويلة، وقالوا لي هي المسؤولة والمنظمة إلى هذا المعرض السياحي الصين. يعني هو كان معرض للجذب السياحي في الصين. وبالفعل ذهبت لها، سلمت عليها وعرفتها بنفسي، وكان من حسن حظي عندي مجموعة من كتيبات معارضي وأنشطتي وكذا، فقدمت لها نفسي بهذه الكتيبات وهذه الأعمال الفنية، وسألتني سؤال في ذلك اليوم: لو دعيت إلى الصين هل تكون معنا؟ أو بما معناه كان السؤال: لو دعيت إلى الصين هل توافق أن تأتي إلى الصين؟ فتبسمت وقلت لها بكل سرور: انتهى الموضوع. أرسل لي إيميل فيما بعد، كانت في تبادل للأرقام والإيميلات، وعرفني الشخص المرسل باللغة العربية، وعرفني بنفسه وقال لي: أنا فلان بن فلان، والحقيقة احنا حابين ندعوك إلى زيارة الصين. فطبعا أنا أقول الحمد لله تبسم لي الحظ في ذلك اليوم، وسألني كم سؤال: ويش تحب، ويش ما تحب، ويش كذا، ويش ما كذا. مرت الأيام وتواصل بالإيميلات، إلى أن تم اعتماد إقامة الملتقى أو المؤتمر الاستثمار. هو كان مؤتمر لرجال الأعمال للاستثمار في الصين. طبعا استثمار مواد غذائية بالتحديد، أو تسويق للمواد الغذائية. المهم، فأنا كتبت في الإيميل: أنا لست من المهتمين بهذا المجال الحقيقة، وأنا اهتماماتي ثقافية فنية. فقالوا لي: ماذا تريد؟ يعني إضافة إلى البرنامج. فقلت لهم: أنا إذا كنت أرغب في المشاركة فتكون مشاركتي ضمن اهتماماتي وتخصصي. فقالوا: لا بأس، سيكون لك حضور في المؤتمر خليني أقول العربي الإسلامي الصيني، وهذا مختص برجال الأعمال والغرف التجارية في دول العربية. وكذلك بعد الانتهاء من المؤتمر 3 أيام، بعد الانتهاء من المؤتمر يبدأ برنامجك معنا. فقلت لهم: لا بأس، وافقت على ذلك. وش الأشياء الذي تتمنى أن تراها في الصين؟ فكتبت: أنا أريد أزور جامعة، أريد أزور منطقة يعني المخصصة للسينما الصينية والأفلام، المدينة الإعلامية، أريد أزور مراسم فنانين.
فكل هذا قالوا لي لا مانع، سوف يتم ذلك على أن يكون 5 أيام فيما بعد. وماذا بعد؟ قلت لهم بس هذا يكفيني ويكفي استضافتكم. قالوا لا، احنا نريد منك شيء آخر، نريدك أن ترسم مع طلبة الجامعة لوحة المحبة والسلام، وكان هو الهدف الرئيسي من دعوتك أن تكون مع الطلبة في الجامعة. فقلت لهم بالعكس، هذا من دواعي سروري. وبالفعل تم ترتيب ذلك مع إقامة معرض شخصي. يعني المعرض الشخصي يكون هو الهدف، واللوحة هي تكون يوم واحد اللي هو يوم الافتتاح. وصلت إلى الصين، أعتقد إلى العاصمة، ومن العاصمة انتظرني شخص. قالوا لي أن المطار كبير ولربما تتوه في ذلك المطار، سوف نرسل لك شخص إلى المطار يستقبلك وياخذك من هذا المطار إلى مطار آخر اللي احنا بنتوجه إلى المؤتمر. وبالفعل ذهبت إلى العاصمة الصين بكين، وهناك استقبلني شخص وأخذني من تيرمينال إلى تيرمينال، انتقلنا إلى المطار المدينة، أعتقد شنغهاي، ما أدري إيش اسمها. وذهبنا، ونحن لأن في ناس وياي أنا ما أعرفهم طبعا من الإمارات بالتحديد، كنت أشوفهم خليجيين أكيد رايحين الصين، عندهم شغل عندهم كذا. ولكن حينما وصلنا المطار الثاني ما نزلونا من سلم الركاب، أخذونا على جنب ونزلنا داخل أرض المطار تحت اللي هو التشريفات. وإذا فرقة في استقبالنا، فرقة كبيرة من الأزياء الصينية والفلكلور والأغاني الصينية، احتفال يعني ما صار ولا استوى. فأنا أقول كل هذا لي؟ قالوا لك أكثر. طبعا نزلت وأخذتني سيارة خاصة من أرضية المطار، واللي معي أيضا أخذوهم في سيارات أخرى، وانتقلنا إلى قاعة التشريفات. قاعة التشريفات استقبال حافل، يعني استقبال وفود رسمية، وأنتم تعلمون ذلك كيف يكون الاستقبال. وبعد ما استقبلونا وطيفونا ورحبوا فينا، أخذونا بعدين كل واحد بسيارة خاصة إلى الفندق. يوم ثاني بدأ المؤتمر، ورحنا لابسين كاشخين كل واحد ببدلته، وعد خلونا في الصف الأمامي. ما أطول عليكم لأن المؤتمر كان هو هدفه تسويق منتجات الحلال من الصين إلى الدول العربية والإسلامية. 3 أيام قضيناها بين زيارة مصانع وزيارة حقول وزيارة ناس وكذا. اليوم الثالث انتهى المؤتمر، يبدأ معرضي، وإذا بيافتات تملأ الشوارع، ليافتات كبيرة تملأ الشوارع بأحجام كبيرة جدا. وشوف صورتي وأنا مبسوط، شوف صورتي في الشوارع، صورتي في كل مكان في المباني وكذا. فتوجهنا إلى قاعة مركز ثقافي كبير جدا اللي فيه المعرض، ورحنا طبعا على أساس أنا سلمتهم اللوحات قبلها أول ما وصلت مشدودة فقط على قماش، وهم أخذوا مقاسات من عندي قبل لا أروح، وش مقاسات اللوحات وش مقاس اللوحة. المهم أرسلت المقاسات واتجهت إلى الفندق وانتهى الموضوع، يعني ما كنت أدري وش بيصير. جيت اللوحات كلها مشدودة وموضوعة في المعرض بطريقة جميلة جدا، ولوحة المحبة والسلام تقريبا في حدود يعني 40 متر أقل أكثر ما أتذكر،
وكانوا طلبة الجامعة كلهم لابسين لبس موحد. أتذكر لابسين لبس أزرق وأبيض. وجيت ولبسوني كده حاجة حمراء كده زي الشريطة، وشريطة الافتتاح، وافتتح المعرض والتلفزيونات والناس والحضور. أقول الله، يعني هذا الشيء اللي أنا قضيت سنوات يعني أتعب لأجل أني أبغى أوصل لقلوب الناس، أبغى أوصل كيف يقتنعوا الآخرين بأن الفن رسالة محبة وسلام. وبالفعل لما وجدت هذا الشيء في الصين يعني غمرتني الدمعة، وقلت يا الله إيش قد هذا جميل، إيش قد هذا جميل أن تترك أثر في حياة الآخرين. المهم بدأ المعرض وأخذنا جولة، والكل يتصور وياك، والكل يوقع على الكتيب حقي يبغى توقيعي، وتلفزيونات ولقاءات. وبعدين رحنا يعني ختام الجولة اتجهت الطلبة ينتظروني لنرسم لوحة المحبة والسلام. قالوا لي أول شيء اشرح لهم فكرتك واعطيهم رسالة على أساس يستوعبوا العمل الفني اللي هم بيشاركوا فيه إنه هو رسالة حب وسلام. الله. وبالفعل تحدثت معاهم وتكلمت وياهم كيف ممكن يكون الإنسان عنده رسالة يقدر يوصلها للعالم بأكمله حتى لو بلغة البصر. ورسمنا اللوحة وطلبوا مني، استأذنوني قالوا وإحنا نبغى منك تهدينا جزء من هذه اللوحة لأجل أنها تكون لك أثر في هذا المركز الثقافي ونعلقها في هذا المبنى. فأنا قلت لهم ليس جزء، إنما اللوحة بأكملها تكون هدية لكم لحسن الاستقبال والضيافة والكرم. طبعا خلال هذه الفترة أقمت محاضرة في الجامعة، ذهبت إلى الجامعة وأقمت محاضرة عن الفن التشكيلي السعودي، وكذلك زرت مراسم فنانين، التقيت بفنانين، زرت مراكز ثقافية، زرت مدينة السينما الضخمة جدا الحقيقة. وهذه قصتنا في الصين، ولكم محطات قادمة بإذن الله تعالى في أماكن مختلفة من العالم. تحياتي.